هو الإنسان أصله قرد ولا القرد أصله إنسان؟ الكوكب كله دخل في صراع عشان يجاوب على السؤال ده، وبدأ بالظبط سنة 1859. داروين ده عالم أحياء مشهور جدا. السنة اللي بقولك عليها دي عمل فيها كتاب اسمه أصل الأنواع، واللي اتكلم فيه عن المخلوقات الحية عموما، وده عادي. إنما اللي مش عادي إن الكتاب بتاعه بيقول إن الإنسان أصله قرد. احنا هنبدأ بالغلط يا أبو الدراوين ولا إيه؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. وقال إن ده تطور طبيعي، يعني كل كائن حي في كتابه النهارده جه من كائن تاني مش موجود، أو موجود لكن تطور. يعني الفراشة كانت أصلا دودة واتطورت وهكذا، وإن البيئة بتاعت الكوكب هي اللي بتتحكم في التطور ده. واستشهد بكلامه إن الزرافة ما كانتش رقبتها طويلة ولا حاجة، وإنها كانت قصيرة عادي، بس عشان الطبيعة وقتها إن الشجر عالي، وعشان غريزة البقاء اللي بتقول إن كل كائن حي بيحارب عشان يفضل عايش، فكان من الطبيعي إن الزرافة تتكيف مع الوضع ده وتحاول تطول أفرع الشجر، وشوية شوية رقبتها طولت حتى إنه راح لجزيرة معينة فيها السلاحف رقبتها طويلة جدا على عكس السلاحف العادية. وده بسبب إنه في الجزيرة دي السلاحف لو ما فضلتش تحاول إنها تطول أوراق الشجر هتموت وتنقرض. أما التانية اللي رقبتها قصيرة، الطبيعة اللي هي فيها الخضرة أصلا اللي بتاكل منها موجودة على الأرض، واتسلمت من جيل لجيل الصفات الجديدة دي. وهكذا الوضع بالنسبة للإنسان اللي كان أصله قرد، وإن في بعض الصفات الشكلية اللي بيشترك فيها الإنسان والقرد، حتى في ردود أفعاله شبه الإنسان بالظبط، وشكل الهيكل العظمي وهكذا. وتعتبر النظرية دي عملت جدل كبير جدا جدا من وقتها لحد النهارده. بس الفكرة بقى في تأثيرها. سنة 1896 في عالم اسمه إيفانوفيتش، وده عالم روسي، اتأثر بالنظرية دي وقال لك والله ما يعدي الموضوع ده كده أبدا، وخصوصا إنه كان بيمارس التلقيح الصناعي على الحيوانات، يعني يحقن الحيوان بجنين مخصب جاهز، وده عشان يضاعف الثروة الحيوانية. ولحد كده حلو مفيش مشاكل. المشكلة ظهرت أول ما قرر يحقن القرود بني آدمين. استنى عشان أشرح لك. إيفانوفيتش كان مهووس بإنه يخلق هجين، يعني مثلا يجوز كائن لكائن تاني، كلب القطة مثلا، ونشوف ناتج الخلفة دي إيه. وزي ما قلت لك عن طريق تلقيح، جه بقى قال لك أنا هعمل هجين ما بين الإنسان والقرد، وخصوصا ان هم شبه بعض. والفكره دي عجبت ناس من الحكومه الروسيه وقتها، وفكروا ان ده هيكون جيش عظيم لروسيا من مخلوقات هتنفذ الاوامر من غير نقاش، وتكون بذكاء البني ادم في الاستيعاب، ويقدروا يشتغلوا ساعات طويله جدا على عكس البني ادم. وتصرف لايفانوفيتش وقتها من السلطات الروسيه 1.5 مليون دولار علشان التجربه دي بس. وبدا بالفعل يحقن ستات القرود وتحديدا الشمبانزي، وحقنهم حيوانات منويه بشريه، وفشلت التجربه. قام عمل العكس وحقن ستات بشريه حيوانات منويه للقرود، وفشلت هي كمان، وتعرض لهجوم شديد جدا بسبب فشله. واعتقلوا إيفانوفيتش في اواخر 1930 في كازاخستان، وتوفى هناك سنة 1932. وهنا أنا هسألك سؤالين. الأول، هل تعتقد إن الإنسان أصله قرد؟ وهل عملت لايك وكومنت وشير على الفيسبوك وتأكدت إنك عامل سبسكرايب على اليوتيوب؟ أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.